السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري بكل تكات وتفاصيل اكبر المطاعم. دلوقتي اول حاجة هبتدي بيها البصل. ويفضل ان يكون البصل معانا ابيض مش الاحمر، لان هنحصل على التحمير بتاعه واحنا بنحمره، يعني هنحصل على القرمشة بتاعته كده بسهولة. لان البصل الاحمر بيبقى مسكر كده شويه، وهي مش هينشف معانا ومش هيدينا الجرمشه اللي احنا عايزينها. دلوقتي انا بضيف رشه من الملح، وبضيف معلقتين من النشا، معلقتين كبار من النشا. معايا زيت سخن، وهبتدي انزل بكميه من البصل على نار متوسطه. وما بقلبش باستمرار، يعني بسيبها لحد ما تبتدي كده ان هي تتحمر معايا. بعد كده ابتدي اقلب فيها زي ما انتوا شايفين كده بدأت تصفر معايا. دلوقتي هعمل الصلصة بتاعت الكشري. هضيف معلقتين من الزيت ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. بحمر معايا التوم كده. اول ما ابتدي يصفر بانزل بمعلقتين كبار من البصل اللي انا حمرته دلوقتي، وبطشهم بمعلقه من الخل، وبنزل عليهم بكيلو من الطماطم المعصوره. هنزل دلوقتي بالتوابل بتاعتي. معايا معلقه كبيره من السبع بهارات، ومعلقه من البابريكا، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكزبره، نص معلقة من الكمون، معايا معلقة كبيرة ودي اختياري من الشطة الحمراء للي بيحب الحاجة سبايسي. هنزل بمعلقة كبيرة من الملح. هنا الصلصة كانت في نص التسوية. هسيبها تتسبك معايا كمان شوية، وهقفل عليها. دلوقتي معايا المية اللي هسلق فيها المكرونة. بنزل فيها بمعلقة كبيرة من الملح، معلقتين من الزيت، وببتدي انزل معايا بالمكرونة. هنا شكل البصل بعد ما حمر معايا وسبته تهوى كمان شويه. انا كنت حاطاه في مصفى زي ما انتم شايفين، يتهوى معايا. البصل ناشف خالص ومجرمش خالص معايا. دلوقتي هعمل الدجة. معايا معلقة كبيرة من الثوم، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من الملح. بنزل بكوبايتين كبار من المية، بضيف عليهم عصير ليمونة. كده الدقة جاهزة معانا. هنا المكرونة بعد ما اتسلقت معايا بنزل بيها في صينية زي كده كبيرة، وبضيف عليها معلقتين من الزيت علشان المكرونة تفضل مفلفلة معايا وما تلزقش في بعض وتتعجن. وبسيبها في صينية زي كده من غير ما اغطيها علشان تتهوى معايا وتبقى المكرونة معايا مفلفلة كده. هنا الدجة انا برفعها على النار، بخليها تغلي بس معايا. وهنا في تريكة كده انا بعملها، باخد معلقة من الصلصة
وبضيفها على الدقة، بتدي لون وطعم خطير خالص للدجة. هنا اول ما بتبتدي تغلي معايا الدقة بقفل عليها، ما بسيبهاش تطول معايا. دلوقتي هبتدي اعمل الرز. في حلة كبيرة بنزل ب3 معالق كبار من الزيت، بنزل بكوباية من الشعرية، بحمر معايا الشعرية لحد ما اوصل للون الذهبي زي ما انتوا شايفين. بنزل عليها بكوبايتين من الرز، انا غسلاهم ومصفيهم كويس. هنا ده عدس، بجيب بقى انا نجعاه ساعة، هو والحمص حطهم في مية عادية خالص من الحنفية وسبتهم ساعة لحد ما بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه. بضيفهم على الرز والشعرية بعد ما حمرتهم كويس، وبتأكد ان الرز نشف معايا كده في التحمير، وببتدي اضيفهم وبنزل عليهم معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود بتدي تطعيمة حلو خالص للرز، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة. متستغربيش التوابل اللي انا حطيتها بيدوا طعم رهيب خالص للرز. بجلبهم كويس وبتأكد ان المية نشفت اللي فيهم خالص، وبتحمروا معايا كويس كده، تحمصوا كويس. ببتدي انزل عليهم بمية مغلية، كوباية الرز بتاخد 1.5 كوباية من المية، يعني بضيف 3.5 كوبايات، لان الحمص والعدس اللي انا حطاه هيكملوا تسوية معاه. شايفين معايا الرز مفلفل ازاي، والحمص والعدس استووا معايا. والرز خطير. دلوقتي هعمل دجة الشطة. بنزل معلقتين من الزيت، وبنزل عليهم بمعلقتين كبار من الشطة السبايسي، بحمرهم دقيقة واحدة بس. اول ما ريحتهم تبتدي تطلع بضيف عليهم نص كوباية من الصلصة بتاعتنا اللي احنا عاملينها، وكده صلصة الشطة بتكون جاهزة معايا. مرات الحلوين اللي كملوا معايا الفيديو لحد دلوقتي، بتمنى منكم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تدعميني كده بلايك جميل يا قمر، تنسيش تشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. بنزل بنص كوباية من الصلصة زي ما بقولك، وكده صلصة الشطة بتكون جاهزة معايا. سبتها دقيقتين على النار. شايفين الجمال، شايفين المكرونه وجمالها، فلفله معايا وما تعجنتش خالص. والسر هنا في معلقتين الزيت اللي احنا ضفناهم عليهم بعد ما سلقنا المكرونه. طبعا طبق الكشري دي ما يختلفش عليه اتنين، وطبعا بنجيب الطبق من بره بمبلغ. تقدري تعمليه في البيت، امشي على خطوات زي ما انا مرتباها لك بالظبط كده، مش هياخد في ايدك 10 دقايق، وهتكوني عملتي احلى طبق كشري. وتسلم ايديك يا ست الكل.
شايفين الجمال؟ طبعا التوابل اللي احنا ضفناها على الرز مغيرتش لون الرز ولا اي حاجة، بالعكس دي اديته طعم خطير. حبايبي الحلوين اللي كملوا معايا الفيديو للاخر، بتمنى اكون وصلت لكم ولو معلومة واحدة بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.